سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. سبحان الله والحمد لله ولا. عيدكم كل عام وانتم بخير، ان شاء الله تكونوا عيدتوا بخير انتم اهلكم احبابكم، وينعاد عليكم باليمن والخير والبركات ان شاء الله عليكم وعلى اهلكم وعلى بيوتكم، واعاد الله عليكم العيد بالصحه والهناء وجعلكم من الفائزين في الدنيا والاخره. كل عام وانتم الى الله اقرب ان شاء الله، واسال الله ان يتقبل مني ومنكم صالح الاعمال. عام يذهب وعام يأتي، وما علينا سوى أن نسأل الله الرزق والصحة والعافية والبركة لأجسامنا وبيوتنا وأهلنا، ومن فرحة العيد تعظيم شعائر الله مهما كان مصابنا. إذا شاركت معكم أخواتي وخياتي طاولة صبيحة يوم العيد، يعني ما قدرتش نشاركها معكم هذو يومين لأنه راكم شايفين يومين تاع العيد لا بريسيون، العائلة الخرجة يعني مستحيل، والوقت يجوز بزاف 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 يجري. اذا هذه كنت صورتها معكم صبيحه يوم العيد، كيفاش وجدت هذيك الميده او الطاوله تاع صبيحه العيد وذيك القهوه. كنا متوحشين هذيك القهوه تاع صبيحه تاع العيد، اذا وجدتها معكم. وكما راكم تشوفوا معايا البعض من الحلويات كنت شاركتهم معكم في القناه، كما صابلية الدمعه بالفرينه المحمصه، الجلجلانيه، صابلية الشوكولا، نورمالمون هذو هما. ولكن البقيه لا بريسيون تاع الوقت 15 يوم الاخيره تاع رمضان مع العباده مع العشر الاواخر، يعني مستحيل كنت راح نقدر نحط اكثر من ذلك في القناه. اذا فضلت اني نمشي بهذاك الريتم، ولكن وعد مني جميع وحده شافت وصفه ولا شافت حلوه في هذا الميده وتشهدها تخلي لي كومنتار، اكيد راح نعاودهم، والله غير اكيد راح نعاودهم. خصوصا حلوه الرافايلو اللي بجوز الهند، انا من عشاق جوز الهند، يعني نبغي الذوق تاع جوز الهند. هذيك الحلوه بالذات جات روعه روعه روعه. للاسف كان عندي ضغط كبير في الوقت ما قدرتش اشاركها معكم، ولكن راح نشاركها معكم باذن الله تعالى في الايام المقبله. إذا كانت هذه الميدة تاعي المتواضعة، يعني شوية تقليدي وشوية جديد، شوية برستيج، يعني شوية شوية من كل شوية بنيون. ولكن المرة المقبلة وعد مني قلت لهم المرة المقبلة نحطها مائدة جزائرية، يعني كل شيء إن شاء الله بإذن الله تعالى 80% أو 90% راح نحط فقط التقليدي، يعني العرايش، الزيريات، المخبز، الله حلويتنا الجزائرية لازم نحافظ عليها. هذا تراث يعني توارثناه من عند جداتنا وجدودنا، يعني لازم نحافظ عليها بإذن الله. راح نحاول الموائد الجايين في الأعياد راح نحافظ على حلوياتنا التقليدية أكثر من البرستيج، يعني لأنهم فيهم شارم كبير، وأيضا هذا إرث رانا نحافظ عليه. وحلوياتنا بسم الله ما شاء الله بالطبع والشان، يعني تستاهل نبينها أمام البلدان العربية أكثر وأكثر، من ناحية الشكل، من ناحية الذوق، يعني من جميع النواحي. حلوياتنا جميلة صراحة، حلويات الجزائرية التقليدية جميلة بالطبع والشان. اذا ما بقى لي غير نقول لكم ان شاء الله تكونوا فوتوا العيد بالصحه والهنا، وينعاد عليكم بالخير واليمن والبركات، وان شاء الله ربي يفرحكم، ربي يرزقكم، ربي يرزقكم ما كنتم متمنيين. ونقول لكم صحه عيدكم كاملين اللي راهم معايا في القناه، اللي ما مش ابونين في القناه، اللي فاتوا على هذا الفيديو. ايمان راهي تقول لكم صحه عيدكم، ربي ان شاء الله يفرحكم يرزقكم ما كنتم متمنيين. ونقول لكم نتلاقى في فيديو اخر، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، مع السلامه، دمتم سالمين.